في أعماق المحيط الهادي، تحديدا في قاع الهامور، في اسفنجة صفراء ساكن في بيت أناناس وبيشتغل طباخ، بس حياته بعيدة عن العالم الطبيعي بأي شكل. النهاردة هحكي لكم كل حاجة عن سبونج بوب، من أول حلقة لحد أحدث مغامرة ليه. خلي بالك الرحلة فيها ضحك وجنان وبعض الحكم الغريبة. جاهزون يا أطفال؟ سبونج بوب ظهر لأول مرة سنة 1999، لكن النسخة المدبلجة بدأت تتعرض عندنا على MBC 3 وعلى نيكولوديان. في أول حلقة بنشوفه بيصحى من النوم وهو متحمس وبيروح يقدم لوظيفة طباخ في مطعم مقرمشات سلطع، وهناك بنقابل شفيق ومستر سلطع، وشفيق بيقول لمستر سلطع إنه ما يشغلش سبونج بوب، وعلشان يشتغل سبونج بوب مستر سلطع طلب منه طلب مستحيل، إنه يجيب معلقة ليها جزئين إضافيين وفيها محرك تربو. سبونج بوب بيروح يشتري المعلقة الغريبة علشان يتقبل في الوظيفة، واللي حصل وقتها هو هجوم سمك الانشوجة على مقرمشات سلطع اللي كان جعان. وسبونج بوب بيجي في الوقت المناسب ومعاه المعلقة الغريبة وبينقذ المطعم وبيديله مستر سلطع الوظيفة. سبونج بوب مش بيعيش حياة عادية، كل يوم في مغامرة مجنونة. شغله في المطعم بيحبه بشكل كبير وبيتعامل مع الزبائن كأنهم ملوك، بس ساعات بيبالغ وبيدمر الدنيا. وصاحبه المفضل نجم البحر بسيط، أغبى صديق في العالم بس قلبه طيب، مستر سلطع، الراجل اللي قلبه ميت على أي حاجة إلا الفلوس. بيستغل سبونج بوب في الشغل وساعات بيخليه بيشتغل بولا مليم. خيرتك بين سبونج بوب وكل ما في جيبي من نقود. سأختار النقود. وعدو اللدود هو شمشون، الكائن الصغير اللي حياته كلها محاولات فاشلة لسرقة وصفة سلطع برجر السرية. أتمنى أن تحب الإيقاع يا يوجين، لأن هذا العصا سوف تدق حقا. سبونج بوب مش لوحده، في ساندي السنجابة اللي عايشة في قبة زجاجية تحت المية وبتحب الكاراتيه والعلم، وفي شفيق الجار والزميل في الشغل اللي دايما زهقان وبيكره سبونج بوب من كتر الطيبة اللي فيه. الحلقات فيها أفكار مجنونة زي لما بسيط وسبونج بوب بقوا أب وأم لقنديل صغير، أو لما ضاعوا في المدينة، أو حتى لما راحوا ينقذوا الملك نبتون. كل حلقة كانت بتوريك جانب جديد من الجنون. مرة سبونج بوب يفقد صوته، ومرة يفتكر نفسه سوبر سبونج. سبونج بوب موقفش على المسلسل وبس، لا دول عملوا أفلام كتير، أشهرهم الفيلم اللي نزل في 2004 اللي سبونج بوب فيه راح مهمة بطولية علشان ينقذ مستر سلطع. والمواسم الجديدة زودت الضحك، وخصوصا مع ظهور شخصيات جديدة وأحداث أغرب من الخيال. رغم إن الكرتون شكله للأطفال، بس فيه رسائل كتير للكل عن التفاؤل وعن الصداقة وعن إنك تفضل تكون نفسك حتى لو الناس مش فاهمينك. سبونج بوب علمنا الضحك وعلمنا إن الحياة ممكن تكون مغامرة حتى لو كنت اسفنجة في قاع البحر. ودي كانت رحلة سبونج بوب من أول ما بدأ طباخ صغير لحد ما بقى أيقونة في عالم الكرتون. لو بتحب الضحك وعايز تعيش لحظات طفولتك تاني، يبقى لازم ترجع تتفرج عليه من أول وجديد. ما تنساش تقولي في التعليقات إيه أكتر حلقة بتحبها.